كان من المفترض إنها تكون احتفالية كبيرة بكرة القدم الإفريقية وفرصة للمغرب عشان يستعرض قدراته التنظيمية، لكن اللي صار هو إنه كأس الأمم الإفريقية 2025 تحولت لشيء مختلف تماماً. صارت ساحة للجدل واتهامات خطيرة وأسئلة كثيرة حول نزاهة اللعبة نفسها. هذا الاقتباس يعني يلخص شعور ناس كثير. ما كانت مجرد خيبة أمل عادية، لا، كان فيه إحساس عميق بأن شيء أساسي انكسر. في الدقائق الجاية رح نفكك خيوط القصة هذه عشان نفهم إيش اللي حصل بالضبط. رحلتنا رح تمر ب5 محطات أساسية، نبدأ من الأجواء المشحونة للبطولة ونوصل للنهائي اللي فجر كل شيء. بعدها بنحلل نمط الجدل ومنتوقف عند أخطر الاتهامات عشان نوصل في النهاية للسؤال الأهم: هل كانت البطولة هذه نجاح ولا فشل؟ طيب، خلونا نرجع للبداية. قبل ما تبدأ كل هذه المشاكل كانت الآمال كبيرة جداً على أن البطولة هذه بتكون الأفضل في تاريخ القارة. على الورق كل شيء كان يبشر بالنجاح. المغرب بلد مضيف ومعه 24 من أقوى منتخبات القارة، والهدف كان واضح: إبهار العالم. لكن الواقع كان مخبي قصة ثانية تماماً. والآن ننتقل للحظة اللي فجرت الوضع كله، المباراة النهائية. النهائي جمع بين البلد المضيف المغرب وحامل اللقب وقتها السنغال، يعني مواجهة قمة كانت وعودها كبيرة. لكن اللي ما حدا توقعه هو إنه هذه المباراة ما رح تنذكر بأهدافها، بل بالجدل الكبير اللي صار فيها. خلونا نتخيل المشهد مع بعض. الوقت بدل الضايع والنتيجة 0-0، وفجأة الحكم يطلق صافرته ويعلن عن ركلة جزاء، ووصفت بأنها مثيرة للجدل. هنا الملعب انفجر. المباراة وقفت حوالي 20 دقيقة، احتجاجات ضخمة لدرجة أنه بعض اللاعبين خرجوا من الملعب. صح أنه اللعب استؤنف في النهاية والسنغال فازت بالبطولة، لكن شرارة الفوضى كانت ولعت خلاص. إحداث النهائي هذه ما كانت حالة فردية. حسب المصادر كان في سلسلة من الحوادث التانية اللي غدت الإحساس بوجود نمط من الجدل طول البطولة. محور كل هذا الغضب كان شيء واحد: التحكيم. الشكاوى كانت تجي من فرق مختلفة وكلها كانت تشير لنفس الشيء: قرارات تحكيمية حساسة، وبدت لكثيرين إنها تميل لصالح البلد المضيف. وهذه ما كانت مجرد اتهامات عامة، لا، المصادر تتكلم عن وقائع محددة. خلونا نشوف. منتخب مالي انحرم من ركلة جزاء واضحة بدون ما يرجع الحكم لتقنية الفيديو. تنزانيا نفس الشيء، ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 90 تم تجاهلها. والكاميرون واجهت نفس الموقف. حادثة ورا الثانية، وبدأ يتشكل نمط واضح ومقلق جدا. والتوتر ما كان بس داخل الملعب. المصادر تكلمت عن أجواء عدائية برا الملعب، من مضايقات للفرق الزائرة وتعطيل لتدريباتها وصولاً لسلوكيات غريبة على أرض الملعب نفسها. كل هذا ساهم في رسم صورة لبطولة كأنها فقدت الروح الرياضية. ومن هنا الموضوع يأخذ منحنى أكثر جدية. الادعاءات ما وقفت عند الأداء الرياضي، لا، امتدت لأمور أخطر بكثير صارت على هامش البطولة. نعم، وفاة صحفيين 2 أثناء تغطيتهم للبطولة، وهذه الحادثة رمت بظلال سوداء على الحدث كله. هنا القصة توصل لنقطة مظلمة جداً. أحد المصادر يروي أنه تم العثور على صحفيين، واحد من مالي والثاني من الكاميرون، متوفيين في فندقين مختلفين، ويزعم المصدر أنه الصحفيين كانوا من الأصوات اللي تنتقد البطولة. والأمر اللي يثير القلق أكثر حسب نفس المصدر هو أنه كاميرات المراقبة في الفندقين كانت عطلانة. طبعاً لازم نأكد أنه هذه مزاعم خطيرة جداً وردت في المصادر، وبتضل جزء من الغموض اللي يحيط بالبطولة هذه. وهذا يوصلنا للتناقض الكبير في قلب هذه القصة: الصدام بين الرواية الرسمية اللي تقول إن البطولة نجحت والغضب الشعبي اللي اعتبرها فشل ذريع. رسمياً الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اعترف بوجود مشكلة. بيانهم وصف أحداث النهائي بأنها غير مقبولة ووعدوا بإجراءات. هذا يعتبر اعتراف صريح بأن الفوضى اللي صارت ما ممكن نتجاهلها. ولكن خلونا نركز على هذا الرقم: زائد 90%. إيش يعني هذا الرقم بالضبط؟ هذا الرقم هو الإيرادات. وسط كل هذا الجدل والانتقادات، الكاف أعلن أن البطولة كانت الأنجح تجارياً في التاريخ، بزيادة في الإيرادات وصلت لأكثر من 90%. هنا يظهر التناقض المدهش: فشل رياضي وأخلاقي بنظر الكثيرين، ونجاح مالي غير مسبوق بنظر المنظمين.
وهذا يتركنا مع السؤال الأهم: هل ممكن بطولة تكون نجاح تجاري وفشل رياضي بنفس الوقت؟ وهل ممكن الفلوس تشتري الصمت عن الأخطاء؟ هذا هو الإرث المعقد اللي تركته كأس الأمم الأفريقية 2025.